إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خير ما نفتتح به لقاءنا هذا آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم، يتلوه على مسامعنا البرهان صلاح الدين بيتش، فليتفضل مأجورا إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا إن شاء الله تعالى من الشاهدين. جاء هذا الحفل ختاما في شهر رمضان المعظم، وتكريما لطلبتنا الصغار والكبار الذكور والإناث على ما بذلوا من جهد في حفظ القرآن الكريم، وما قدموا من تضحيات طوال العام لحفظ القرآن وترتيله، والحمد لله رب العالمين كانت هناك نتائج طيبة. قبل البدء في تكريم طلبتنا نحيل الكلمة للشيخ إمام المسجد العتيق فاتح عرابة حفظه الله، فليتفضل مأجورا غير مأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والله يعجز عن اللسان وعن التعبير، خاصة ومعنا شيوخنا وأئمتنا وأساتذتنا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نجتمع في هذا المكان المبارك إن شاء الله وعلى هذه المائدة الطيبة، مائدة رمضان، لنكرم القرآن وأهله. وأهل القرآن كما تعلمون هم أهل الله وخاصته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله أهلين من الناس. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وعندما نكرم أهل القرآن ونبجل أهل القرآن ونقدم أهل القرآن نكون قد طبقنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله إكرام للشيبة المسلم وحامل القرآن والسلطان المقصر. عندما نكرم أهل القرآن فإننا عظمنا الله عز وجل، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. إن لله أهلين من الناس، هذا في الدنيا. أما غدا بين يدي الله عز وجل فإن هذا القرآن سيشفع لأهله. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، ويقال لصاحب القرآن غدا يوم القيامة: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ونبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وأطراف النهار. وفي مجلسنا هذا ولله الحمد اجتمع أهل المال وأهل الإنفاق واجتمع أهل القرآن، فاللهم لك الحمد. لا أطيل عليكم، أجدد شكري لله عز وجل أن وفقنا إلى هذا اللقاء المبارك، وأجدد شكري لأئمتنا وشيوخنا وعلمائنا على حضورهم إلى مجالسنا، وأجدد الشكر لأهل الإنفاق والناس المحسنين الذين تعاونوا معنا، وأجدد الشكر للحضور الكريم. فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يوفقنا ويوفقكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل هذا المسجد المبارك العتيق عامرا بذكره وبمثل هذه النشاطات الهادفة المباركة. فالحمد لله أولا وآخرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ فاتح على هذه الكلمة القيمة. مباشرة عندنا خلال الحفل نطرح بعض الأسئلة على الحضور، كل إجابة صحيحة لها جائزة. السؤال اللي نبدأ به الآن هو للأولاد الصغار، السؤال موجه للأولاد الصغار. رمضان كل مرة يجي في فصل يتبدل، ما يجيش ديما في نفس، مرة في الشتاء في الربيع، يتبدل كل وقت جدا ب10 أيام. أنا صوم لها في الشتاء وكما في الصيف، يفهمني. وإحنا في العام نحتفلوا، عندنا احتفالات عديدة، منها احتفال المولد النبوي الشريف. شكون يقول لي كي يجي المولد في رمضان كيفاش نحتفلوا؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ده المولد في رمضان. ثم المولد ما يجيش في رمضان، هذاك شهر. بارك الله فيك. المولد في واش شهر المولد؟ ربيع الأول. ورمضان؟ في رمضان ما يتلاقاوش. نعم. حطاكش في زوج شهور هجرية. بارك الله فيك. الجواب صحيح بصح هو سبك، نعطيو الجائزة ليه. هيا بارك الله فيك. شكرا. جواب رائع. نعم. رمضان المولد ما يجيش في رمضان. الآن مع وصلة إنشائية
الجديد عندنا درنا فرقة في العتيق سميناها فرقة العتيق. فرقة العتيق للإنشاد الشيخ محمد عيد، ولات عندنا فرقة في العتيق سميناها فرقة العتيق. أما عندنا فرقة بنات وفي انتظار تكوين فرقة الإناث هي قريب في راس الشهر. فرقة الذكور هي قريب في راس الشهر. الوصلة الإنشادية بعنوان يا أمة القرآن، حتى نرجع إلى قرآننا ودستورنا اللي هو القرآن الكريم. تفضلوا بناتي. أمة القرآن يا بسمة الأكوان، يا أمة القرآن يا بسمة الأكوان، سموت قدرا ونلت فخرا، سموت قدرا ونلت فخرا، وكنت فجرا يفيض طهرا،
إذا نسعد بالقرآن ونشقى بغيره. والناس حيارى في هذا الزمان لأنهم توجهوا للشرق والغرب وتركوا ما بين أيدينا من القرآن. بعدها نبدأ بتكريم طلبتنا. الجديد عندنا هذا العام أننا فتحنا قسم الروضة. طلبنا حين يبدأوا تكريمهم للأستاذة ميخال ربي إن شاء الله يبارك في سبلها، يعني نجحت نجاحا باهرا في مع الروضة ومع غير الروضة في الأفواج الأخرى. الروضة أول قسم كان هذا العام الحمد لله رب العالمين. تعلم أولادنا قراءة الحروف كما حفظوا القرآن وتعلموا قراءة القرآن الحمد لله. يعني نتائج باهرة في قسم الروضة. الشكر موصول للأستاذة. راح يكونوا الأولاد المراتب الأولى في الروضة بعد الامتحان كانت كالتالي. مع أن المسجد قرر هذا العام والمحسنين ربي إن شاء الله يبارك لهم في مالهم وأهلهم وولدهم، قال لك هذا أولادنا يقرأوا الروضة في المسجد راح يكونوا تلاميذ في السنة الأولى ابتدائي. هذا في سبتمبر هذا القادم راح جبنا لهم محفظة فيها أدوات السنة الأولى، لأن الوقت مشى فاتنا منا وجاي إن شاء الله نوليو طلبة تاع الروضة في المسجد تاعنا. المحافظ والمئزر مكتوب فيه مسجد العتيق باش يبان اللي راهم خرجوا من مسجد العتيق. المحافظ من نوع الرفيع مكتوبة فيها مسجد العتيق. هذا إن شاء الله مشروع قادم مرة هذه فاتنا الوقت، ولكن راح نملك كل تلميذ قرأ عندنا في الروضة عنده محفظة فيها أدوات السنة الأولى ابتدائي. لكن المراتب الأولى عندهم محفظة زايد هدية، لأنه لازم المرتبة الأولى والثانية والثالثة يكرمون. فالمرتبة الأولى من نصيب التلميذ عربة عبد الله. والله عبد الله أعطيني هذه يسلمها له والده. المحفظة الكلية. المرتبة الثانية بساس محمد بنور الإسلام. بساس محمد بنور الإسلام سلمها له والده أيضا. المرتبة الثانية المرتبة الثالثة ونفس الجوائز الأولى والثانية والثالثة. المرتبة الثالثة زعبوب أميمة. زعبوب أميمة أو حتى المحفظات إنها وردية وراها من ولي شيخنا المسؤول والمحافظ الله من هذا الولاد محفوظ عبادي تقول له الله يبارك الله. اش قال الشيخ؟ ايه قال شحال ادم؟ قال شحال ادم؟ وراه بيجي يلبس له المحفظه قال شحال ادم؟ ما كانش هذو اللي يسمعوا الاسماء تاعهم بعد يجيو يديروا المحافظ تاعهم. لعبي عبد الودود. لعبي عبد الودود بيقع رحاب الجنه. بيقع رحاب الجنة. من صافية لميس. من صافية لميس. من طالب هيثم. هذا بعد يجيو يديروا محافظ تاعهم. من طالب هيثم. وأخيرا بالعربي أيوب. أي قال المحافظ انفقوا عند الأستاذة تاعهم الأستاذة ميخال
أنا حافظ قراش حاجم ولعبي عبد الودود بن صافية لميس وبن طالب هيثم وبالعربي أيوب. عندنا أيضا فوج آخر مع الأستاذ أبي خالفي، فوج الأمل. فوج الأمل منافسة شديدة جدا، لكن المراتب بالطبع الجوائز فيها 3 الأولين. فالمرتبة الأولى من نصيب الطالبة طلحي شيماء. طلحي شيماء شكون لي طلحي شيماء. أحد المشاهير الشيخ بن قاسم. الشيخ بن قاسم الجائزة الثانية المرتبة الثانية جعلاب زينب. جعلاب زينب فوج الأمل جعلاب زينب حياتي ما شاء الله حاولي هذا الله يقدر ستة الجائزة الثالثة عطية أنفال. المرتبة الثالثة عطية أنفال. عطية أنفال والله عبد الله بالنسبة للفوج الثالث الأستاذ ميخالفي فوج النخبة للنساء دائما فوج النخبة. المرتبة الأولى والجائزة الأولى كانت من نصيب الطالبة جعلاب صمر آية الرحمن. جعلاب صمر آية الرحمن بتقدير ممتاز. خليها المرتبة الثانية طلحي سمية. طلحي سمية خيبر. المرتبة الثالثة طلحي ليديا. بعد جوائز تحميل لهم في كل شيء طلعوا لهم الجوائز تاعهم. طلحي ليديا هذا الجوائز تاعهم 3 طلعوهم لفوق ان شاء الله. نعم. الجديد هذا العام العتيق يعني بمبادرة من إدارة المسجد والشيخ الإمام بارك الله فيه. المسجد راح يدير شيء جديد سماه وسام المسجد اللي هو وسام العتيق. وسام العتيق هذا هو عبارة عن وسام يكون في بشكل عتيق يعني بعد من خرجه إن شاء الله. وسام العتيق وهدية معه هدية متواضعة يعطى لإمام من أئمة العلم. كل عام خرجوا إمام من أئمة المساجد ونعطيه هذا الوسام مع شهادة تعليمية شهادة عرفان وتقدير مع هدية. نعم هدية الوسام يعني بارك الله في من ساهم في هذا الوسام ومن سيجعله سنة في هذا المسجد المبارك. ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومن كل من ساهم في هذه الهدية المتواضعة. أعطينا الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على
المرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرامين ومن اهتدى بهديه وسار على منهاجه إلى يوم الدين. يعني احنا في هذه الأيام المباركة من العشر الأواخر اللي يتكرر فيها الحق سبحانه وتعالى بجائزة الرحمة وجائزة المغفرة وجائزة العتق من النار. ونحن نحضر في هذا الحفل المبارك بهذه المناسبة العظيمة، ونشكر السيد إمام المسجد والجمعية الخيرية يعني والمحسنين وعمار هذا المسجد الذي يعد من الخالية الإيمانية الأولى اللي تبذلت في هذا المكان الطيب. والحاجة يعني الجائزة اللي تفرحني بزاف اليوم أنا في أول مسجد، المسجد العتيق، المسجد العريق، المسجد اللي بث روح الدعوة في هذه الربوع، وكأني ننظر إلى أرواح دعاة والعمال والمخلصين لهذا الدين، وهم يدافعوا على هذه العقيدة وعلى هذه الشريعة، واليوم ما زالوا يدافعوا بهذه الجوائز بتشجيع الصغار على حفظ القرآن الكريم، على التخلق بالأخلاق الإسلامية والآداب الربانية. وهذه الهالة وهذه الكوكبة من المحسنين اللي راهي تشجع في القرآن وفي الشريعة الإسلامية. ربي إن شاء الله يحفظنا وإياهم بحفظه، وإن شاء الله ربي عز وجل يوفقنا لخدمة كتابه ولإحياء سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله ربي ما يحرمناش من فرحة العيد وما يحرمناش من جائزة المغفرة وجائزة الرحمة. آمين. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله في الشيخ على هذه الكلمة الطيبة. السؤال الثاني سؤال مفتوح: ماذا لو قدر الله لك، نقولوا بالدرجة شفت ليلة القدر، مش تطلب؟ اللهم انك عفو تحب العفو واعف عني. لو كنت استند ملكات كافر. اللهم انك عفو تحب العفو واعف عني. بارك الله فيك. دائما مع التكريم طالبات الان طالبات الاستاذه عاشوري بارك الله فيها ايضا كانت لها نتائج طيبه. طالبات الاحكام في المسجد ايضا النساء يقراوا احكام الترتيب، بالاضافه الى حفظ القران هناك ايضا حلقات احكام الترتيب. يعني باش من جاي الشطر ماذا بينا نجيبوا نساءنا ونجيبوا بناتنا يقراوا يحفظوا القران ويتعلموا احكام الترتيب. طالبات احكام الترتيب كاين فوجان. الفوج الاول في المرتبه الاولى حياه عيدوني. هذا كاين من يسمع. نعم، حياه عيدوني يقدمها له نيابه عنها الشيخ محمد العيد. المرتبة الثانية سمية حركاتي. أسماء كباب. المرتبة الثالثة أسماء كباب. خلاص خليهم سيطلعون يطلعون ذوق الفوق اليوم. أما الفوج الثاني ففي المرتبة الأولى كانت من نصيب سامية حركتي. هذا نضرب الأسماء فيطلعوا لهم الجوائز الفوق. الثالثة الفوج الأول الثالثة من نصيب أسماء كباب.
ثانية حركاتي عنا ثانية حركاتي نعم كانش المرتبة الثانية في الفوج الثاني سلم الشيخ بوميدي سلم الجائزة من في المرتبة الثانية في الفوج الثاني نزيهة عابد وفي المرتبة الثانية كانت من نصيب نادية بالنظر تفضل طلعوا من الجوكة الآن باش يسمون خروجا على هذا الروتين تكريمات كذا معنا منشد شاب ما شاء الله حفظه الله سي فارس برغوث مع وصلة إنشادية لسي فارس برغوث بعنوان يا ربي سبحانه يا بعدها إلى تكريم الأساتذة الذين عاشوا معنا هذا الشهر ومنهم من عاش معنا طوال العام يفيدنا بدروسه ونصائحه وإرشاداته. كما نجدد الشكر لكل الإخوة الكرام الذين أعانوا على هذه الهدايا، ربي إن شاء الله يبارك لهم في مالهم وأهلهم وولدهم. نبدأ بشيخنا الشيخ حامدي حفظه الله، وله في هذا المسجد بصمة معه، ويبقى العتيق عتيقا. هذه بصمة ويبقى العتيق عتيق، إنه العتيق، يبقى العتيق عتيقا ويبقى العتيق عتيقا. الشيخ يكلمه كلام بسيط يعني تعبير عن حبنا له وامتناننا وشكرا على ما قدم، فهديتنا يقدمها له. معنا الشيخ مدير متوسطة شدي عمار بمدرسة سليم المعاوي، قدمها للشيخ الحامدي، قدمها لي هدية متواضعة.
الشيخ حمدي نطلب منك اعطينا سؤال باش ندو جائزه. صح سؤال سهل تاع سنه اولى ابتدائي. سؤال باش ندو جائزه. كلمه بسيطه. اخواني السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. أشكر فاتح الذي فتح هذا المسجد ونوره وجدده. أشكر هذه الوجوه الطيبة. أشكر أبنائي وبناتي. أشكر الشيوخ وأساتذتي. أشكر الإخوة الذين حضروا ككل. ربي يغفر لنا ويغفر لكم إن شاء الله في هذه الليالي المباركة. يبقى العتيق عتيقا. هذه كلمة منها منذ زمن. العتيق عتيق، والذي زاده والذي زاده دفعا إلى الأمام، وربما سيكون، ولم لا، سيكون في يوم من الأيام جامعة يعني مسجدية. الآن كما راهو يقول لنا راح يفتح، كاينين أخوات يتعلموا القرآن، يتعلموا أحكام القرآن، كاينين تلاميذ الروضة، كاينين كذا كاينين كذا، وفيما أظن كاينين ليلا أساتذة يدرسون النحو وما إلى ذلك. يعني معناه المسجد هذا راهو ينور، يعني ينور ليل نهار وينور ليلا المدينة ككل. نشكر أخانا فاتح على هذه الجائزة، ومن المفروض أنا لا أستلم هذه الجائزة. أنا ابن العتيق، والعتيق له فضل علي والله. ربي يجزيكم إن شاء الله، وربي إن شاء الله يجمعنا بكم غدا يوم القيامة في جنات الله عز وجل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الشيخ عبد القادر بودرامة، أستاذ عبد القادر بودرامة، مفتش التعليم في اللغة العربية التعليم الابتدائي، أيضا زارنا في هذا الشهر، تبارك الله فيه. هديتنا المتواضعة له يقدمها له شيخ جليل في مسجدنا، مواظب على الصلوات الخمس في المسجد، الشيخ محمد طاهر. قدم الجائزة الهدية، مش جائزة، هدية أستاذنا عبد القادر. والله الشيخ محمد طاهر خرج. معلش هاي الله يقدمها للشيخ بالجمهورية. معلش الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله دار مسجد العتيق، فقد أحيانا مرات كثيرة. أحيانا المرة الأولى عندما توقفتنا الليالي الحالية والليالي الطيبة، ليالي الإخوان الذين منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، توقفتنا ونحن فتيان صغار في مرحلة التعليم المتوسط، عندما أتوا بنا إلى هذا المسجد وترعرنا في أحضان هذا المسجد، ثم نطلع على رأسهم الذي ترحم عليه في هذه الليلة المباركة أستاذ عمر، أن نضاعف الجهود بتاعنا من أجل أن نخدم القرآن الكريم وأن نخدم الدعوة الإسلامية، دعوة الله سبحانه وتعالى. أشكركم مرة أخرى وبارك الله فيكم. كل سؤال طيب، بذكرنا لغزة الجريحة،
قسم المعركة القائمة الآن في قصر في سموها الجوعنة في سموها الله معركة العصر. تفضل. بدأتها بإنجاز السجين، خدمة الطيارة سمتها آبابيل، وكراهي في العصر نقول إن شاء الله ما قبل النهاية إن شاء الله وفتح القدس وتحرير. تصل لي هذا الجو التكليفات مع وصلة إنشادية لفرقة العتيق. هذه الوصلة الإنشادية تتعلق بغزة، لأنه باش نعرفوا بلي غزة العزة راهي في قلوبنا. راح وصلة إنشادية مهداة لإخواننا في غزة وهي بعنوان غزة. هي صرخة عبرت إليكم مننا فوق الحصار وفوق ليل المظلم. يا أهل غزة وحدكم أمسيتم في ساح معركة تخضب بالدم. فلتسمع الدنيا صراخ عجائز ولتشهد الأكوان طفلا يعدم. لكننا باقون نهتف باسمكم فلكم هنا شرف الشهادة ينتمي. قوموا معا نعلي ونرفع راية وبيارق فاقت علو الأنجم. أحرار قومي وارفع الرأس الحزين لا تركني والله ناصر قوم حق المؤمنين. دراسة الأحرار قومي وارفع الرأس الحزين لا تركني والله ناصر قوم حق المؤمنين. إن قتلوا طفلا أو اجتالوا بيوت النار ساجدين أو عملوا أملا فذا عهد اليهود المعتدين. إن قتلوا طفلا أو اجتالوا بيوت الساجدين أو عملوا أملا فذا عهد اليهود المعتدين. يا أهل غزة اصبروا فالصبر مفتاح اليقين. أنتم رجال الفجر لا تخشون ظلم الغاصبين. يا أهل غزة اصبروا فالصبر مفتاح اليقين. أنتم رجال الفجر لا تخشون ظلم الغاصبين. يا ربنا يا خالق الأكوان رب العالمين. يا ملك النفس ويا قاهر المتجبرين. يا ربنا يا خالق الأكوان رب العالمين. يا ملك النفس ويا قاهر المتجبرين. أرسل عليهم من خزائنك الملائكة مرسلين. إليك وحدك نلجأ أنت المهيمن والمعين. يا غزة الأحرار قومي وارفع الرأس الحزين لا تركني والله ناصر قوم حق المؤمنين. يا غزة الأحرار قومي وارفع الرأس الحزين لا تركني والله ناصر قوم حق المؤمنين. يا أهل غزة اصبروا والصبر مفتاح اليقين. أنتم رجال الفجر لا تخشون ظلم الغاصبين. يا أهل غزة اصبروا والصبر مفتاح اليقين. أنتم رجال الفجر لا تخشون ظلم الغاصبين. بارك الله فيكم. قبل الإعلان على نتائج المسابقة خاصة بطلبة الشيخ عادل مساحة نقوم بتكريم بسيط يعني سريع الشيخ محمد العيد إمام مسجد العتيق السابق
ونشكر من قدم له هذه الهدية، بارك الله له في ماله وأهله وولده. فهدية الشيخ محمد العيادي أقدمها له بالطبع الإمام المسجد تكريما للشيخ خير هكذا روح الشيخ عيسى. بارك الله فيك شيخ محمد عيسى على ما قدمت في هذا المسجد، وبارك الله فيك مقدمة هذه الهدية. بالنسبة لإعلان النتائج خاصة بطلبة الشيخ عادل مساحة، أولا فئة الكبار لقاء بعد المغرب كاين 3، المنافسة كانت شديدة جدا والنتائج قريبة جدا. في المرتبة الأولى العتبون مهدي، يعني حافظ 20 حزب ما شاء الله وحفظ جيد، حفظ ما شاء الله. العتبون مهدي صاحب المرتبة الأولى يقدمها الأستاذ عادل مساحة. المرتبة الثانية مدير حسين قدمها الأستاذ عبد القادر بدرانة. المرتبة الثالثة طالب بارش هارون. بارش هارون بارش هارون نقدمها له نصير شوال، أستاذ نصير. بالنسبة لي طلبة الشيخ عادل أصحاب الحزبين 3. المرتبة الأولى عبد الله المرتبة الأولى عبد الله علاء معلش خليك كاين عطاء الله على المرتبة الأولى، ومعزة محمد المرتبة الثانية، وعامر إدريس المرتبة الثانية. شوف بالك حطيتهم كما هذا كاين تكريم خاص قبل ما نروحوا للجوائز الأخرى. أرواح السبل الله تكريم خاص كاسمية على سعادة والأنوار. هذه تقدمها له الله يطلع عنه. هذه جائزة خاصة لسي جائزة خاصة أخرى لطالب أيضا حب يقرأ وحب يحفظ وحبينا نشجعوه وشافوا باللي حب يحفظ وإن شاء الله يحفظ. خليفي فاروق يقدمها له
يقدمها له الشيخ زياد حامدي. بالنسبه لعبد الله علاء ومعزل محمد وعادل ادريس اصبروا الجوائز تاعكم لسه ما جابوهمش برك يجيبوهم معكم. بالنسبه للفئه الاخرى في المرتبه الاولى الولاد الصغير فئه الصغار جدا يعني. في المرتبه الاولى عرابه عبد الرحمن يقدمها له سمير عساسي. المرتبة الثانية بولنوار بهاء ما نجيب أو أقدمها المرتبة الثالثة قرقيد عبد المهيمن. قرقيد ورا أبوي. بالنسبة لفئة الإناث عساسي سدس المرتبة الأولى. عساسي سدس المرتبة الأولى يسلمها له يا جبل يسلمها لها. لا الجائزة الأولى هذه ذلك معها الجائزين المرتبة الثانية والجائزة الثانية من نصيب كيلو فاطمة الصهراء. شكون وراه وليه تفضل. المرتبة الثالثة ورا المرتبة الثالثة من أصيب طالبة مساحة ساجدة سلمها لها عنها سيادة. لكم الجوائز لا سألكم الجوائز ثلاثة ديروا بالترتيب. معليش نأذن لكم بارك الله فيكم على حضوركم وربي يجازيكم خير ان شاء الله. تلقاو ساعة خير ان شاء الله. بارك الله فيكم. بالنسبة للجوائز فئة الذكور عبد الله علاء ورا عبد الله علاء الأولى هذه عبد الله علاء أروح ورا أبوي أروح عزيزي أروح
الثالثة عامر إدريس ومعزة محمد. شكون يا أخي؟ المرتبة الثالثة عامر إدريس عرفتينا والله السيد المهندس دقيقة برك كاين قبل ما ننصرفوا إن شاء الله والصحوا كل الحفل اللي درناه كامل شوية هدوء الله يبارك فيكم. الحفل كامل وعلى شرف الطالبين المتخلقين ما شاء الله اللي يقراوا بنا شهر كامل التراويح وكلش نركب عليهم يعني دوكا راح نوصلوا ليهم. ماذا بينا تقعدوا معنا دقيقة برك قبل ما ننصرفوا. أهل المسجد وجدوا لكم صاشية فيها بعض الحلوى وبعض حبات التمر على قبل باش تفضلوا بهم ان شاء الله تدعيوا لنا معنا يعني قبل ما تنصرفوا لازم تديروا معكم هذيك الامر. فالرجاء الانتظار والهدوء. خلاص خلصنا التكريم هذا. الان نكرم طلبتنا الكرام. عندنا زوج ما شاء الله صلوا فينا شهر كامل تاع التراويح. واحد يدخل ان شاء الله في سبتمبر يدخل في السنه الثالثه متوسط حافظ 60 ما شاء الله حافظ الاحكام ما شاء الله يدخل السنه الثالثه متوسط اما عميه شهر كامل. والثاني يقرا في السنه الثانيه ثانوي صلى بنا ما شاء الله قراءه واحكام وكل شيء. الا ان سمحوا لكم في هذه اهل المسجد راوا ولاد شويه اسمع هدوء. اهل المسجد راوا ان قبل ما نكرموا ولادنا سي معاذ وسي عبد الله اللي صلوا فينا قال لك نكرموا اولا والديهم هما اللي تعبوا عليهم وحضروا لهم جو القراءه جو الدراسه وهما اللي يتعبوا معاهم يجيو يحضروا معاهم الصلاه ويديروهم ويوصلوهم. قال لك نكرموا وياهم هما اللي وليدوا بعد روحوا الاولاد اللي صلوا فيهم. فليتفضل والد معاذ مسجد العزيز انه يكرم والد معاذ اسم الكريم مبارك سي معاذ يلبسك قميص العتيق قميص العتيق سليم. هذا قميص العتيق تكريما للشيخ على ما بذل وتعبناه معنا يعني الحق الشهر كامل يوصلوا بدهم يرجعوا ويجيبوا العيلازات يعني ربي يجازيهم بالخير ان شاء الله وربي يثبت اجره ان شاء الله ولنا معك. الطالب الثاني اللي صلى بنا سي عبد الله بن ياسين ايضا يتفضل والده سي جلود نعم تفضل يعني بلوغ سنه ثانيه متوسط صلى بنا تعب معنا ثانيه في الجزائر. يا ربي يجازيك يا شيخ. هذه هديتنا لك وربي يتقبل منك ان شاء الله على ما قدمت وربي يعزك شر. نصل الى تكريم الطلبه اللي صلوا بنا. نبداو بسي معاذ لكبار سنه هو اكبر من عبد الله. نبداو بسي معاذ. تفضل سي معاذ. روح سي معاذ هات لنا شو الهديه. اولا شوفوا الهديه هديه عباره عن مبلغ مالي عباره عن لسان عبارة عن هاتف زايد هاتف ذكي زايد كسوة زايد هدية والله لا ندري ما تكون. جابها السيد قال لك أعطيوها يقول لا ندري ما تكون.
بالنسبة لي الوسام فيه صورة العتيق وفيه صورة معاذ، ومكتوب فيه السنة اللي صلى فينا السي معاذ الجبل، فيه صورة معاذ، فيه صورة العتيق، فيه شكر وعرفان، فيه السنة اللي صلى فيها التراويح عندنا. هذا وسام هو وسام لإمامنا السي معاذ، فيه مسجد العتيق أيضا. هذا وسام. نعم. افتح تشوف. ايضا مع هذا الوسام كاين هاتف ذكي ومعه عظة ايضا يقدمها له الشيخ عبد الله. وانا عندي هاتف ضبي ايضا الهديه الثالثه لسي معاذ مبلغ مالي قدره 40,000 دينار جزائري، 40,000 دينار جزائري يقدمها له عبد الله. الهديه اللي بعدها كسوه لسي معاذ على ما قدم ايضا بارك الله فيك. وهذه هديه جابها السيد قبل وقت العصر، لا ندري ما تكون، قدمها له. نسال الله ان يتقبل منه وان يبارك له في ماله واهله وولده، وان يبارك في كل من ساهم في هذه الهدايا، يعني خاصه ليله البارحه، يعني ربي يجازيكم كل خير. يعني واش غطيتونا امام دينا خواتنا واساتذتنا واولادنا اللي صلوا بنا، ربي ان شاء الله يتقبل منا ومنكم اجمعين، وبارك الله في مالكم واهلكم وولدكم. أروح سي أحسن. بالنسبة للطالب الثاني اللي صلى بنا سي عبد الله يقرأ في السنة يدخل السنة الثالثة متوسط. سي عبد الله الياسين أيضا درنا له وسام فيه صورته وفيه صورة المسجد العتيق، فيه بدأ وصلى بنا التراويح في عام كذا في مسجد كذا، سلموها له سي أحسن. أيضا مع مبلغ مالي 40,000 دينار جزائري، مع هاتف ذكي، مع كسوة، مع هذه الهدية قلنا لنا ندري ما تكون. بارك الله في كل من ساهم في هذه عظم النوى الرفيع ما شاء الله. إذن هذه بقي نعم. قد تكريم الشيخ عيسى والشيخ عادل على طلب معلمي القرآن في المسجد العتيق. سي عيسى تفضل بارك الله فيك. نسلمها له الشيخ الزبادي. هدية سي عيسى الله فيك. وسي عادل هدية سي عادل يقدمها له عبد الوهاب خالد. عبد الوهاب خالد. أروح عبد الوهاب، أروح يا حبيبي حسن. فقط سنختم إن شاء الله حفلنا اليوم
تفضل يا سامي. قدم الهدية لسعادة. نختم بالدعاء شيخ. إذن نختم حفلنا هذا. بارك الله فيكم على الحضور. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم، وأن يتقبل منا هذا الجهد، ونسأل الله أن يتقبل ممن ساهم في هذا الحفل ويبارك له في ماله وأهله وولده. بارك الله فيكم جميعا. انتظروا ستوزع عليكم الحلويات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.